مش هتشتري كابتشينو من بره تاني بعد الفيديو ده. شايفه الرغوه دي؟ هتعمليها في دقيقتين بس. بص القوام عامل ازاي، دي رغوه تقيله بجد مش هزار يا بنات. يلا نبدا بقى بالمكونات بتاعنا، هما بس عباره عن 3 مكونات والطريقه سهله وبسيطه خالص. بس اهم حاجه اعملي اشتراك للقناه، وكمان ما تنسوش تصلوا على النبي عليه الصلاه والسلام. وقبل ما نبدأ الفيديو بتاعنا هقول لكم على السر اللي هلقى الكابتشينو بتاعكم في حتة تانية خالص. هو مش اعلان والله يا بنات، بس بجد عن تجربة حبيت اشارككم معايا، لان فعلا بجد ده احلى مكان تجيبي منه الكابتشينو والقهوة المحوجة والقهوة السادة. كل حاجة بتتعمل قدامك بالظبط، ما بتروحيش تشتريها جاهزة، لا ده بتتعمل قدامك وانت واقفة على طول، وبتاخديها طازة خالص يا بنات. ريحة وطعم رهيب رهيب رهيب، والله ما اعلان، واسعارهم جميلة والحمد لله، وحاجة نظيفة وجودة نظيفة جدا. بس اهم حاجه اعذروني اولا على صوتي، لان انا عندي برد شديد قوي وصوتي تعبان جدا. هنا الحاجات دي انا جبتها من بن السلطان من مركز فاقوس. مكانه عند مركز الشرطه يا بنات، عند مركز الشرطه قصاد منياوي بتاع الحلويات. تعالى بس اهم حاجه، انا قلت لكم العنوان لان في ناس متابعيني من فاقوس، فقلت لكم على العنوان عشان مش تيجي تسالوني تاني، ولو حابه برضه تساليني وانا اجيب عليكي في الكومنتات. تعالوا اقول لكم انا جبت 4 حاجات. جبت بن محوج، وجبت بن ساده، وجبت كمان كابتشينو ايه، جبت اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. جبت نسكافيه 3 في 1 ونسكافيه بلاكابات، وهنحول النسكافيه 3 في 1 الى يا بنات قصدي النسكافيه بلاك هنحوله الى كابتشينو. بس اهم حاجه اقول لكم على الاسعار الاول. بصوا بقى اهم حاجه، بصوا يا بنات، بن العميد ساده فاتح من السلطان، من بن السلطان، الربع عامل 130 جنيه، تمام. والبن المحوج الفاتح عامل 145 جنيه، الربع يا بنات عامل 145 جنيه. اما النسكافيه 3 في 1 التمن عامل 125. النسكافيه 3 في 1 غالي جدا، فعامل التمن عامل 125. اما النسكافيه بلاك يا بنات الربع كيلو عامل 125 جنيه، اللي احنا هنعمله مع بعض النهارده. تعالوا عايزه اقول لكم تجربتي في ماتشا اللي جبتها من على الفيسبوك. انا نزلت فيديو تحت ده قلت لكم كل التجارب وكل الامراض اللي حصلت لي وليه وصلت ان انا اجيب ماتشا. بس هنا الماتشا طبعا انا مش هشربها لانها حسستني. انا اللي عايز يعرف كل حاجه والتفاصيل عن ماتشا يا بنات الفيديو اللي تحت ده على طول، او اللي تحت او اللي قبله، اتكلمت فيه عن مشروب الماتشا واضراره وكل حاجه واللي حصل لي لما اخدته. طبعا انا مش هرميه، فطبعا هديه لجوزي او حد من ولادي، لان انا مش هينفع اخده خلاص، يعني ما حسسني يعني. انا قلت كل التفاصيل وكل الامراض اللي انا مريت بيها. الفيديو حلو خالص، بس هو نزل في وقت كان فيه ترند مود بسنت، فالفيديو ما جابش قوي يعني مشاهدات. ادخلوا شوفوه هيعجبكم، بصوا حاجات قصه حياتي كلها. تعالوا بقى اقول لكم كده